بعام 2003 أمريكا تحتل العراق ويسقط النظام. هنا ظهروا المقاومين ضد الأمريكان، ولكن يا عزيزي بهاي الفترة ظهر شخص جنن الجيش الأمريكي وأرعبهم، وقدر يقتل أعداد كبيرة جدا من الأمريكان، وأطلقوا عليه اسم جوبا وتعني رقصة الموت. يعني شنو سوى هذا القناص حتى أقوى جيش بالعالم ما قدروا عليه؟ مع العلم أسلحتهم ومعداتهم كانت متطورة جدا. تعطى القصة للنهاية وبطريقة تسوي لايك. في عام 2003 أمريكا تقرر تغزو العراق. زين شنو السبب؟ السبب بكل اختصار اتهموا العراق بتهمة امتلاك أسلحة نووية وأسلحة دمار شامل، واللي ما يعرفهن يا عزيزي هذا السلاح بإمكانه يقدر يقتل عدد كبير جدا من العالم بلحظة واحدة. قاعد تتخيل؟ يعني حتى بإمكانه يمسح دولة كاملة بدقائق. المهم لما دخلوا الجيش الأمريكي للعراق انطلقت صافرات الإنذار وكانت الدنيا كلها مقلوبة. كانت كتيبة من الجنود الأمريكان راكبين سيارتهم المدرعة ومتجهين إلى بغداد، ويسولفون بيناتهم ويضحكون. فجأة بدون سابق إنذار طلقة تخترق رأس الجندي اللي كان يقود السيارة. فهنا السيارة انصدمت بمجموعة أحجار، ونزلوا الجنود الأمريكان وكانوا مرعوبين وما يعرفون من وين اجت الطلقة، فكانوا يرمون الرصاص عشوائي بكل مكان بس على مود يشتتون القناص. ولكن من بعدها مباشرة تم قتل جندي آخر بطلقة واحدة أدت إلى موته. ومن بعدها عرفوا الجنود الجهة اللي رمى منها القناص، ولكن ما يعرفون مكانه بالضبط، وقاموا بالرمي الرصاص نحو البيوت، ولكن ظل القناص ثابت بمكانه وكان يصيد بالجنود الأمريكان شخص بعد شخص. يا أخي تحسه قاعد يضحك عليهم. فأمريكا كانت عندها أسلحة قوية بالنسبة لأسلحة العراق. هنا الأمريكان اعتقدوا أنهم يواجهون عدة قناصين، لكن اللي ما يعرفوه كان قناص واحد، واللي هو قناص بغداد، ينتقل من مكان إلى آخر بسرعة مثل الشبح. فهنا قرروا الجنود الأمريكان يدخلون لأحد المباني حتى يحمون نفسهم من هذا القناص. ولكن يا عزيزي مع كل هذا قناص بغداد بدأ يصيد بيهم من النوافذ اللي في المبنى لحد ما قدر يصفيهم كلهم. فهنا القوات الأمريكية لقبت هذا القناص بجوبا وتعني رقصة الموت. والسؤال ليش لقبوه بهذا اللقب؟ كان جوبا بساحة المعركة يخلي الجنود الأمريكان كأنهم يرقصون لكي يتجنبون طلقات جوبا القاتلة. قاعد تتخيل؟ وصرح جنرال أمريكي وأوصى جنوده بالرقص لكي يتجنبون طلقات جوبا. والمصيبة الكبرى أنه بسنة 2006 أمريكا تنشر فيديو فيه مكافأة قيمتها $50,000 لأي شخص يمتلك معلومة أو طريق واحد يوصلهم لهذا القناص اللي قدر يدمر قواتهم. والشي اللي أرعبهم أكثر من بعد نشرهم للفيديو مباشرة هذا القناص يرد عليهم برسالة استهزائية، واللي هي عرض مكافأة قيمتها $100,000 للشخص اللي يقدر يطلع راسه من السيارة. يعني قاعد تتخيل يستهزئ بأقوى جيش بالعالم. فهنا المخابرات الأمريكية فتحت تحقيق كبير جدا للعثور عليه. يعني استخدموا كل شيء ببالك، مثل استخدموا طائرات بدون طيار وعملاء سريين، ومع كل هذا ما قدروا يأثرون عليه أبدا. فبيوم من الأيام أمريكا ترسل كتيبة كاملة في الليل لكي ينفذون أحد عملياتهم بالدخول لبيوت المواطنين العراقيين لكي يبحثون عن المقاومين ضد الأمريكان. فوصل الخبر إلى قناص بغداد اللي هو جوبا. فهنا لبس ملابسه وجهز أغراضه للدفاع عن بلده. فعلا تمركز في مكانه وبدأ يصيب بيهم شخص بعد شخص من بعد 200 كيلومتر. وأكو شغلة جدا ممتازة عند هذا القناص، اللي هي إذا حس إنه عرفوا مكانه أو عرفوا الجهة اللي رمى بيها مباشرة يذهب إلى مكان آخر عن طريق المباني ويكمل يقضي عليهم إلى أن أبادهم كلهم. وتخيل في كتيبة كاملة أعلنت انسحابها بسببه لين مو عارفين مكانه بالضبط. قاعد تتخيل؟ وبعد
أحد المصادر تقول إنه جوبا قدر يقتل أكثر من 700 جندي أمريكي ما بين سنة 2003 إلى 2006 أو 2007. مستوعب اللي صاير؟ وبعام 2005 كتيبة من الجيش الأمريكي تم إرسالهم للقضاء على هذا القناص. قاعد تتخيل كتيبة كاملة مهمتها بس تقضي عليه؟ اللي ما يعرف شنو كتيبة يا عزيزي بكل اختصار، الكتيبة عبارة عن فريق عددهم بين ال 300 جندي إلى 1000 جندي، ويقود هاي الكتيبة قائد يشرف عليهم وعنده مساعد، لأن إذا القائد انقتل المساعد يستلم القيادة مكانه. وكل هذا ما استطاعوا القبض عليه. وتخيل الجنود الأمريكان كانوا يخافون يسيرون في الشوارع لأن يعتقدون إن جوبا يراقبهم. المهم بعدها أمريكا تقرر تصنع لها أسطورة مثل جوبا، واستعانوا بأقوى قناص عندهم اسمه كريس كايل لكي يقضي على جوبا وعلى العراقيين. وهذا القناص عدد ضحاياه تقريبا بين 150 إلى 200 ضحية، وكان يقتل حتى النساء والأطفال. لكن ما كان نفس جوبا لأن كان يخطئ بالكثير من المرات. هذا القناص رجع إلى دولته اللي هي أمريكا، وكالعادة أمريكا صنعوا عنه فيلم وسووه بطل. وتخيل بهذا الفيلم أمريكا اعترفوا بأن جوبا قوي جدا لأن ما قدروا يخفون هذا الشيء. المهم بعام 2007 جوبا اختفى نهائيا، وما في أي شخص يعرف هل هو انقتل أو بعد عايش. لكن بعد بحث طويل شفت أحد المصادر تقول انه تم اعتقال قناص بغداد اللي هو جوبا على يد الجيش الامريكي. والشيء الاغرب لما اعتقلوه ما عرفوا انه هل هذا فعلا جوبا او لا، لان عبالهم حاله حال اي مواطن عراقي تم اعتقاله. ولحد الان ما حد يعرف هل جوبا انقتل او بعد عايش، لان مثل ما قلت لك هذا المصدر مو مؤكد، وحاله حال اي مصادر عادية، لان احتمال كبير يكون بعد عايش الى وقتنا هذا. المهم اذا وصلتوا لنهاية المقطع لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة، وانطوني رأيكم بالقصة، ومع السلامة.